وربنا نسيت خالص، نسيته، مش عارفه ازاي نسيته كده، سقطته من دماغي. لو لسه زي حالاتي كنتي ناسيه خالص ترمس العيد، يلا بينا نعمله في كام ساعه بس. هنعمله وبعد كام ساعه هناكله. معايا هنا كيلو من الترمس الحلو. الترمس ده يا بنات حلو، يعني مش بلدي، بتجيبيه من عند اي عطار، تجيبيه وتبصي فيه بصه كده هتلاقيه زي الفل ان شاء الله. تنزلي عليه بقى بميه مغليه، لازم ميه مغليه، مفيش وقت. هنقلبه بقى كده كويس جدا، وهنسيب الترمس منقوع في الميه المغليه دي، هنقول مثلا 3 4 ساعات. وبعد 3 ساعات ونص بقى معايا بالشكل ده، الحبايه نفشت وكبرت كده، شايفين كمان لونها غير. هنا بقى غسلتها وصفتها وغسلتها تاني، وجبت حله ونزلت بالترمس، وبعدين هضيف ميه مغليه. مهم قوي ان الميه تكون مغليه علشان نقلل في وقت التسويه، يعني ما ياخدش معايا وقت كتير. لازم اغطي الترمس شويه كتير بالميه، لازم الميه تكون حلوه كده. وهاخده بقى على النار، وزي ما انت شايفه بقول لك ما تقفليش الغطا، خليه موارب. رفعتها على النار، على نار عاليه، اول بس غلوتين 3، وبعدين هخلي النار متوسطه لحد ما يستوي. هنا بقى عملت حمص بنفس الطريقه، حمص برضو جايباه من السوبر ماركت. بعدين على طول نقعته في ميه مغليه وسبته منقوع شويه شويه حلوين. انا تقريبا الحمص سبته منقوع ساعه واحده بس، ما كانش فيه وقت، كنت اصلا نسيته. وجوزي قال لي ايه ده مفيش حمص، ازاي انت هتعملي ترمس من غير حمص؟ قلت له عينيا حاضر. فنقعته ساعه واحده بس، وغسلته وصفيته، وبرده في حله، وبرده غطيته بالميه المغليه. على فكره انا استخدمت كيلو من الترمس الحلو مش البلدي، واستخدمت كيس من الحمص، الكيس ده تقريبا 750 جرام. برده هرفعه على النار ومش بغطيه. بصي اديله تقليبه، خلي بالك الميه ما تنشفش منه، لو الميه نشفت زوديه تاني. وبصي بقى كل نوع ترمس بيختلف في وقت التسويه، يعني في نوع مثلا حلو بيقعد ساعه، في نوع ساعه وربع، في نوع ساعه الا ربع. النوع اللي معايا ده قعد معايا ساعه وربع على النار، بعدين قفلت النار وسبته في الكتمه دي لحد ما الميه بردت. بعدين اخدته على الحوض زي ما انت شايفه. ودي اهم حاجه يا جماعه، دي بقوليات علشان الريحه اللي مش لطيفه بتاعتها تروح، والطعم المراره يروح. لازم تسيبيها تحت الميه الجاريه كده، يعني تقريبا نغير ميتها 3 4 مرات. نفس الكلام للترمس، نفس الكلام للحمص. ويلا بينا على محلول النقع اللي بيخلي الترمس ده خطير وطعمه احلى 100 مره من العربيات. كل لتر ميه هيحتاج لمعلقتين كبار من الملح، ونص معلقه صغيره من الكمون، معلقه كبيره من البابريكا، ويا ريت لو مدخنه. كملي بقى ميه عاديه خالص من الحنفيه، قلبي كويس جدا. شايفين الكلام؟ وعايزه اقول لك الريحه بقى تجنن. هنا بقى هننزل بالترمس، قعدت تقريبا يعني 4 5 مرات اغير له الميه. بصوا تقريبا ساعه بس. عايزه اقول لك ان ما اخدش مني وقت خالص يا جماعه، ولا وقت ولا مجهود، وطعمه يجنن. بصوا بقى انا عملت ايه، ضفت في كل علبه، العلبه دي اللي هدخلها التلاجة عشان احتفظ بيها بالترمس بتاعي طول العيد واقدم منه لضيوفي. انا خليت بقى العلبه فيها ترمس على حمص، انت حابه الترمس في علبه لوحده والحمص في علبه لوحده براحتك، بس انا بحب قوي الاتنين يكونوا مع بعض، ماما عودتنا على كده. الحركه اللي انت شفتيها دي مهمه جدا. طبعا التوابل بيبقى ليها ريم، فلما تقلبيها كده بميه فتره من الحنفيه بتعمل الطبقه اللي انت شفتيها دي. فاحسن حاجه انك تشيليها بكل سهوله زي ما انا عملت كده، علشان تبقى معاكي الميه نقيه كده وجميله. الموضوع سهل وبسيط جدا. دوقي بقى المحلول ده وشوفيه محتاج ملح كمان ولا كده زي الفل؟ ما شاء الله زي الفل. هنسيب بقى الترمس جوه المحلول ده مثلا نص ساعه ونبتدي ناكل منه، لكن عشان الطعم يبقى بجد جبار سيبيه ساعتين 3 وابتدي بقى كلي منه. عايزه اقول لك بيبقى طعمه تحفه، يقعد معاكي بقى طول العيد في التلاجة. وانتي بتقدميه بقى اعصري عليه كده الليمون، وعايزه اقول لك بالف هنا وشفا، طعمه يجنن حكايه، ولا اخد وقت ولا اخد مجهود ولا اي حاجه. لو كنتي نسيتي زيي خالص موضوع الترمس والحمص اعمليه. على فكره انا كمان بحب الفول المشوي اللي معاه قوي، بس ما كانش عندي اني اعمل فول، وكلمت السوبر ماركت قال لي مفيش. فيعني اعملوه بقى وقدموه في العيد، وكلوا بقى كده وانبسطوا وتلموا اللمه حلوه. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي.